السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله. المرة اللي فاتت اتكلمت عشان الدورة الشهرية عشان البنات الصغيرين، وعشان ناخد فكرة عن ايه هي الدورة الشهرية وبتقطع امتى او بتيجي امتى. فالمرة دي قلت بقى اكلم الكبار واقول لهم عن اعراض سن اليأس. امتى بيبدأ؟ طبعا في حاجات ربنا خلقها بتبقى زي ايه، يعني احنا مثلا معروف ان سن اليأس بيبدأ بعد 40 مثلا 42 فيما فوق وهكذا، لكن بيبقى في حاجات مش دايما كده. يعني في مثلا واحدة جات لي في يوم من الايام في العيادة ايام ما كنت فاتحة العيادة، كان عندها 34 سنة واتقطعت الدورة خلاص، اتجوزت وخلفت 3 اولاد واتقطعت الدورة خلاص. فدي بتبقى مبكرة، يعني سن اليأس جالها مبكر، زي ما برضو في البلوغ المبكر، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت ان في بنت جالها الدورة وهي عندها 7 سنين. فطبعا دي حاجات بتبقى قليلة ونادرة. يعني هنيجي بقى لأعراض سن اليأس. أعراض سن اليأس الدورة ما بتتقطعش كده مرة واحدة، ممكن تبص تلاقي الست الدورة مثلا غابت عنها 40 يوم أو جات لها بعد أسبوعين، يعني لخفنة، لا هي منتظمة ولا حاجة. دي حاجة. طبعا الستات لما بتبقى كبيرة شوية ما بتجيلهاش الدورة بألم وبتبدأ الدنيا تبقى كويسة معاها شوية، لكن لما بتيجي الدورة تقطع بتجيلها بألم زي ما كانت لسه بنت صغيرة. الكلام ده ممكن يقعد لمدة سنة، سنة ونص، وبعد كده بتقطع بقى. طيب ايه الأعراض بقى؟ الست هتبص تلاقي نفسها عصبية زيادة، يعني الموقف حصل اتنرفزت بدون داعي، بعد شوية لما تهدى تقول الله ما كانش فيه داعي للي انا عملته ده. يعني تحس مثلا انها حرانة جدا، حتى لو الناس الدنيا برد والدنيا في الشتاء هي حرانة جدا، وبعد شوية تبدأ تهدى وتعرق. لو هي نايمة ومتغطية في أيام الشتاء مثلا ببطانية والحاف تشيلهم وبعد شوية تهدى، وهكذا. ايه مشاكل أو مضار السن ده؟ مشاكله أو مضاره إن الست بتبدأ في هرمون اسمه هرمون الأستروجين، ده بيقل خالص، وده اللي بيكون محافظ على ان الكالسيوم او العظم في حالة كويسة. فمعنى كده ان الست اللي داخلة على سن اليأس المفروض انها قبل ما تدخله، يعني هنقول من سن 40، لان طبعا احنا قلنا في ناس بتبقى بدري شوية، لكن احنا هنخلينا في الناس العامة الطبيعية. يبقى بتبدأ الست من سن 40 تعمل ايه؟ تبدأ تهتم بالحاجات اللي فيها الكالسيوم، تعرض نفسها للشمس، تشرب لبن، تاكل بيض، تاكل سمك، وهكذا. يعني كل واحد على قد مقدرته، ولو حتى انها تاخد بضاية كل يوم، تتعرض للشمس 10 دقايق، تاكل مثلا أكلة سمك كل أسبوع، علشان تقدر تحرص على إن عظمها يكون كويس، وعلشان ما تأثرش على فترة اللي هي انقطاع الدورة أو اللي هو سن اليأس، ما يأثرش عليها ولا على عظمها، عشان ما تحسش بتعب بعد كده. طيب في الفترة دي برضو المفروض الست تخلي بالها من نفسها انها ما تشيلش حاجات تقيلة، لان في ناس طبعا اكيد عندهم هشاشة عظام لوحدهم حتى من هم صغيرين، من قبل ما تنقطع الدورة ولا حاجة، وده بيكون نتيجة عدم الاهتمام بالحاجات اللي فيها. في ناس تقولك ما بحبش اللبن، ما بحبش البيض، ما بحبش السمك، وهكذا. فعلشان ما يكونش عندها في الفترة دي بقى طبعا نتيجة بقى قلة الاستروجين، فتبص تلاقيها عندها هشاشة أكبر. فيحصل إيه بقى؟ أقل مجهود تعمله ممكن لا قدر الله يحصل كسر في أي عظم. فما تشيلش تقيل، ما توطيش توطية غلط، تحاول إنها تخلي بالها من نفسها في المشي، تمشي كل يوم ولو حتى 10 دقايق، ربع ساعة على قد ما تقدر، لو نص ساعة يكون أفضل. مش قادرة خلاص حتى ولو 10 دقايق، علشان تحرك مفاصلها وتحرك عظمها. ولو هي ست وصلت لسن المعاش ما تحاولش انها تفضل قاعدة في البيت على طول، لازم تخرج وتروح وتيجي. دي لو كانت موظفة او اي كانت وظيفتها، او لو كانت ست مش عاملة خالص وقاعدة في البيت، فالمفروض انها تتحرك في البيت كتير، تتمشى حتى رايحة جاية، ولو في بلكونة ولو في صالة ولو على حسب شقتها، تروح وتيجي كل الشقة في اليوم لمدة 10 دقايق، علشان ما تفضلش قاعدة فتبدأ العضلات تتعب وتتهدل ويبقى جسمها مش كويس، وتبقى هي حاسة نفسها انها عندها عدم رضا بذاتها. ده علشان الست تخلي بالها ايه هي الأعراض والمضاعفات اللي بتحصل نتيجة سن اليأس. طيب هو سن اليأس ده حاجة وحشة؟ أبدا خالص، أبسط الأمور خالص. انتي هتصومي رمضان كامل، يبقى فيه حاجة إيجابية اهي. ولكن لو خليتي بالك وعملتي زي ما قلنا ان احنا هنشرب اللبن وناكل البيض والسمك، ان شاء الله هتلاقي نفسك كويسة ومفيش اي حاجة تعباكي. طيب فرضا بقى انك انتي ما عملتيش كده ووصلت لسن اليأس وتعبانة، هنبدأ ناخد كالسيوم
ونعمل طبعا تحليل الأول علشان ما ناخدش حاجة من غير تحليل، لأن لو قعدنا ناخد حاجات من غير تحليل لو أنا عندي كافي منها الكلى ما بتقدرش تخرج الزيادة، فيبدأ بقى يحصل حصوات ويبدأ يحصل مشاكل في الكلى وهكذا. فالصح إن احنا نعمل تحليل وبعدين نبدأ ناخد كالسيوم وناخد فيتامين د وناخد مغنيسيوم، علشان كل الحاجات دي بتركز الكالسيوم على العظم وبتساعد على إن عظمنا يبقى كويس. يبقى احنا هناخد كالسيوم، لو خدناه ما نستمرش ناخده طول الشهر، لا احنا هناخد الشريطين اللي في العلبة، يعني 20 كبسولة ونوقف 10 أيام، ونرجع ناخد تاني 20 كبسولة ونوقف 10 أيام، علشان جسمنا ما يتعبش وما يبقاش فيه نسبة كالسيوم عالية. لأن احنا طبعا حتى لو وصلنا لسن اليأس وعندنا النقص والكلام ده كله أكيد هنبدأ ناخد بقى بضايق حتى في اليوم، نتعرض للشمس بقى، ما احنا خلاص وصلنا لسن اليأس وممكن نكون في المعاش، فنبدأ نقعد في الشمس كل يوم حتى ولو 10 دقايق. فعشان ما يبقاش عندنا نسبة كالسيوم عالية وتبدأ تعمل لنا مشاكل لازم نوقف لفترة ونخلي بالنا من نفسنا. ده يا حبايبي كانت معلومة شوية عن سن اليأس، أرجو أني أكون أنا أفدتكم، وسلام بقى.